الأخبار الموجزة ليوم الاثنين. تم افتتاح مستشفى محلي في منطقة نائية في مقاطعة نورستان وبدأ بتقديم الخدمات الصحية. كان سكان المنطقة المذكورة ينقلون المرضى الذين يواجهون مشاكل خطيرة إلى مركز كونر بعد رحلة 8 ساعات. يقول مدير الصحة العامة في بكتيا إنه تم تشغيل 6 عيادات صحية بتكلفة 3 مليون أفغاني في 6 مناطق للمقاطعة المذكورة. جمعت لجنة جمع المتسولين 24,276 متسولا من مدينة كابول في العام الجاري حتى 8 يناير وتستمر هذه السلسلة. حضر الشيخ المحدث عبد الحكيم حقاني اجتماع المدرسة الجهادية المركزية بمقاطعة قندهار اليوم. تم إدخال 34 طفلا مريضا آخرين يعانون من أمراض القلب إلى مستشفيات أريانا والفرنسية لإجراء عمليات جراحية في العاصمة كابول اليوم. تم إعادة بناء المستشفى في منطقة شمكاني في مقاطعة بكتيا بطريقة أساسية وقياسية وتم تسليمه للاستخدام خلال سلسلة من الاحتفالات الخاصة. تم إرسال 21 من مدمن المخدرات إلى منازلهم بعد 45 يوما من العلاج من مستشفى باغيس لمدمن المخدرات. التقى وزير شؤون المهاجرين والعائدين الحاج خليل الرحمن حقاني بوفد كبار العلماء من تركيا ومصر والسودان وليبيا وفلسطين بقيادة الدكتور الأستاذ محمد الصغير في مكتبه. تم إجراء اختبار تنافسي للوظائف الشاغرة بوزارة العدل.